السلام عليكم. بينما أنت غارق في وحل الكيمياء والفيزياء والدي ان ايه والار ان ايه ومن جلد الكتكوت كيف تحصل على طفل صغنطوط والحاجات الغريبة دي، في مادتين وراك أنت ناسيهم ومش جامد فيهم زي باقي المواد، هما الجيولوجيا والفرنساوي. هتلاقيهم الفرنساوي مش بيتضاف ومش عليه درجات، الفرنساوي مش بيتضاف ومش عليه درجات، وأنت فعلا هو نجاح وسقوط بس، ولكن الفرنساوي كبير جدا جدا لدرجة لا تتخيلها. يعني الفرنساوي زي منهج الإنجليزي كده هو كبير، فللأسف كلماته كتيرة، الجرامر بتاعه مش قليل، فانك تسيبه لحد مثلا قبل الامتحان بيومين ثلاثه تدخل، ما توقعش ان انت اكيد هتعرف تلم حاجه شبه كده. فانت المفروض انت من دلوقتي تبدا من دلوقتي كده في الفرنساوي. في حال الفرنساوي حتى لو مش بيتضاف، ولكن يا صديقي انت مش هتروح تذاكر ال10 مواد اللي عندك وتسيب ماده زي الفرنساوي لا قدر الله تسبب ان هي تسقطك. يعني اضمنها برضو الى حد ما، اضمنها كده وذاكر كل يوم جزء صغير منها، ولكن من غير طبعا ما يجي على مذاكرتك الاساسيه والمواد الاساسيه زي الكيمياء والفيزياء والحاجات دي. تذاكرها ازاي؟ بان انت بص تبحث على اليوتيوب لو انت مثلا مش هتاخد فيها درس، وتكتب شرح مثلا يونت واحد او ازاي تذاكر فرنساوي، هتفهم بس الخطه بتاع الفرنساوي والتقسيمات بتاعته ماشيه ازاي. وبناء من دلوقتي كده لحد يا عم تدخل الامتحان كل يوم نص ساعه بس، هتلاقي نفسك ايه، خلصت الفرنساوي ده يجي 30 مره. كل يومين ثلاثه يا عم مثلا نص ساعه، هتلاقي نفسك خلصته بجد وظبطت فيه وداخل ان شاء الله وانت ضامن ان انت تنجح فيه وانت مستريح. نيجي بالنسبه للجيولوجيا بقى اللي هي درجتها مضمونه ودرجتها مش مضمونه في نفس الوقت. درجتها مضمونه لان هي بجد ماده كويسه جدا جدا وسهله، وانت عليك 3 ابواب من الجيولوجيا. انا عارف ان هي تبع الاحياء، ولكن هي ليها حاجه معينه ان هي تذاكر بيها لان هي مش تبع الاحياء. المفروض ان دي ماده ودي ماده، دي بتذاكر بطريقه ودي بتذاكر بطريقه. فانت ماده زي الجيولوجيا كانت عندنا مثلا كان عليها 60 درجه، كانت حاجه كبيره جدا. انا كنت جاي فيها كنت ناقص فيها درجه، مش عارف كنت ناقص فيها درجه. في نفس الوقت زي ما انا كنت ناقص فيها درجه ويعتبر شبه مقفله اهو، في ناس تانية كانت ناقصه فيها درجات كتيره جدا بسبب ان هم استهونوا بيها واللي كان بيذاكرها غلط. فانت ما تسمحش ان حاجه زي الجيولوجيا انت عندك 3 ابواب، يعني مش عندك درس ولا درسين، الكم بتاعها مش قليل، ما تسمحش ان هي تنقصك. خلي الحاجات المضمونه دي ان هي ترفعك دايما. يا عم بتذاكر ازاي؟ بص انت عندك 3 ابواب في الجيولوجيا، الباب الاول والثاني والثالث. اصعبهم الباب الثالث لان هو صخور وحاجات كده ما يعلم بها الا ربنا، صعبه جدا وفيها حفظ كتير جدا. اول حاجه الجيولوجيا بتيجي من الحل الكتير للاسف. يعني لو انت داخل ايه، داخل كده وانت مش حل حاجه في الجيولوجيا، هتدخل ايه تلاقي نفسك ما حلتش ولا سؤال. طب بتيجي من الحل الكتير ازاي؟ لان تحس ان انت الشرح قدامك اهو، والحاجات سهله وانا فاهمها، بس باجي اطبق فيها مش عارف اطبق فيها، او في معلومه انا مش عارفها، انا ذاكرته مش عارف استخدمه واحطه في الحل، مش عارف احل بناء على كده. الجيولوجيا محتاجه حفظ كتير 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 جدا. فانت لو بتقرا الدرس تلاوه عطره كده ايه وبتعدي عليه بعينك بس، ارجع ذاكره من اول وجديد لان انت كده ما ذاكرتوش ولا عملت فيه اي حاجه. الجيولوجيا هي ماده حفظ، يعني هي ماده حفظ ولكن اساسها تيجي فهم، فانت المفروض تكون واعي ايه ازاي ده مع ده. انت لو دخلت على الاسئله وانت مش حافظ، هتلاقي نفسك بتغلط كميه غلطات طفل صغير مش بيغلطها. ليه؟ لان انت مش حافظ يا عم. فانت المفروض كل حاجه تحفظها في الجيولوجيا. والله مثلا مش عارف تقسيمات العناصر مش عارف ايه، ولكن في حاجات وانت برضو المفروض تكون واعي ليها وما تحفظهاش. يعني مثلا العناصر بتاع القشره الارضيه، يقول لك والله اكتر حاجه عنصر موجود في الارض الحديد، مش عارف موجود بنسبه كذا. بتحفظ الحاجات دي لا هتجيلك في سؤال ولا هتلاقيها في حاجه، ولا يوم ما تزنق فيها هتلاقيها موجوده معاك في كتاب المفاهيم. فانت سيبك من الحاجات دي، انا بتكلم على الدرس في العموم. الدرس نفسه في حاجات انت تحفظها وتعرف التقسيمه دي، والله العنصر ده بيتميز بايه مش عارف ايه، كل الكلام ده انت لازم تكون حافظه. تاني حاجه حاول تستخدم الحل في انك تطلع منه معلومات. يعني الجيولوجيا انت لازم تحل فيها، هل تحل لازم تحل فيها 300 كتاب والكلام ده؟ لا. الجيولوجيا من المواد اللي هي انت كل ما تحل كتير في كتب كتيره بتحس ان انت الكتب نفسها بتخبط. يعني الجيولوجيا انت مرتبط بمنهج، في كتب تانيه بتروح تخرج بره منهج وبتجيب لك اسئله مستحيل تكون اسئله امتحان. وده ان مرحله تانيه تجيب كتب ايه في المراجعه النهائيه في الجيولوجيا اصلا. هو انت اكيد لو منزل كتاب لوحده، مش عارف بصراحه هل هتنزل مع الاحياء ولا هتنزل كتاب لوحدها. لو هتنزل كتاب لوحدها فانت جيب كتاب الامتحان، هتنزل مع الاحياء برضه جيب كتاب الامتحان. كتاب الامتحان في الجيولوجيا هو اجمد كتاب في الدنيا هيعدي عليك. كتاب الامتحان مراجعه نهائيه كان حاطط على الكل، بجد كان كتاب صعب وما كانش سهل. انا كنت حل كميه كتب في اول السنه، ولكن في اخر السنه كان لعب على افكار كتيره كده، فده هيفيدك جدا ان انت ما تضيعش شويه درجات منك. فهو جيب لك كل الافكار بتاع افكار الامتحان. باب زي الاول ده يعني يوم يلعب لك هيجيب لك سؤال لافف شويه في الاخر تعرف هو جيو فيزياء ولا جيو كيمياء ولا الحاجات الغريبه دي. وبعد كده بقى الدروس لحد ما كويسه. الباب الثاني نفس الموضوع مش صعب لانه عناصر وتقسيمات عناصر، فما اظنش ان انت حتى لو حليت كتير هتطلع منه معلومات كافيه. ولكن الباب الثالث كل ما هتحل هتطلع منه معلومات كتير. ليه؟ على قد ما هو حفظ جدا جدا جدا، وانا كنت بقابل مشكله في حته ان هو حفظ كتير جدا وانا مش عارف احفظ التقسيمه، ومين مش عارف العناصر، ومين الصخور اللي بتبلور في درجه حراره عاليه ودرجه حراره اقل والكلام ده. لقيت فيه كنز الا وهو كتاب المفاهيم. كتاب المفاهيم بيساعدك جدا 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 في الباب ده. لو انت مش مضطر تحفظ، انت حاول بس تحفظ شويه مع انك ايه تفهم شويه ايه والتقسيم. انت حافظ شويه وفاهم شويه معاك كتاب المفاهيم، ادخل تقفل الباب ده. فاهم بس بما ان العنصر ده والله بيبلور في درجه حراره عاليه، يبقى اكيد ده عنده حديد اكتر، مش عارف كثافته عاليه. افهم بس الكام حاجه دي واكتب المعلومات الاضافيه دي ليها، وهتلاقي الدنيا ظبطت معاك. وبالنسبه للمعلومات الاضافيه فانا كنت كاتب كميه معلومات اضافيه في الباب ده وفي الباب الاول برده والثاني، هبعتها لكم ان شاء الله على التليجرام، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات.
اكتب كده المعلومات دي وإن شاء الله تستفيد بيها جدًا. وبس يا عم، أشوفكم في فيديو جديد، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ييجي لك كل الفيديوهات الجاية. سلام.